انت هنا في المدينة الفاضلة بلس 58. اليوتوبيا على اليوتيوب. اقفل الباب وراك وانت داخل. من يوتيوبيا ميديا. الجو في الشغل جميل. الشركة تحفة وأنا ابن الشركة. أحلى حاجة في الدنيا الشغل. أحلى وقت بقضيه في حياتي في الشغل، في الشركة. أحلى ناس وأحلى مكان، منتهى الراحة النفسية. الأوقات السعيدة في الشركة السعيدة. أنا ابن الشركة. كل يوم بقوم ألبس وأجري على الشركة. ساعات بكمل لبس في الطريق وساعات بروح بالبيجامة. هو أنا لسه هلبس؟ أنا هروح زي ما أنا كده. الشركة وحشتني قوي، مش عايز أضيع أي وقت وأنا بعيد عنها. عشان بحب الشركة، ما أنا ابن الشركة. بروح الشركة الصبح وأنا في منتهى السعادة، وبسيبها آخر اليوم بالعافية. لا، مش عايزة أمشي، مش عايزة أروح. ما بيصبرنيش غير إني راجعة تاني يوم الصبح. أنا بشتغل في الشركة السعيدة. وأنا ابن الشركة، الشركة السعيدة. كلنا مع بعض، بنساعد بعض، بنكمل بعض، بنحب بعض، بنثق في بعض. حد عايز يضيف حاجة؟ بنسعد بعض. استنى، لسه في حكايات تتقال. احكي. مرة المدير أنا ما بقتش عارفة أنا شغالة إيه في الشركة من كتر الترقيات. أنا اترقى من هنا يا دوب أسبوعين 3 ولاقي الإدارة بتقولي أنتي ترقيتي تاني. أنا مش لاحقة أشتغل من كتر الترقيات. بسمة، انت من أفضل الموظفين في الشركة، حققتي كل الأهداف المطلوبة منك، وعشان كده لازم تترقي. بس أنا اترقيت من أسبوعين. ياه، أسبوعين ده كتير قوي. مجهودك وإنجازاتك تخليكي تترقي في أسبوع، بس إزاي فضلتي أسبوعين من غير ترقية؟ إزاي؟ صدقني نسيت. أنا أصلي سعيدة في الشركة، وبعدين أنا بقالي في الشركة حوالي 5 سنين، اترقيت فيهم أكتر من 58 مرة. مش كفاية، انت اللي زيك المفروض يترقى أكتر من 158 مرة، وفي 4 سنين بس، مش 5. سيادة المدير، أنا سعيدة. الشركة هي اللي سعيدة بيكي. الشركة ما خلتنيش أحب الشغل بس، أنا حبيت الحياة وحبيت نفسي. أنا صدقت نفسي، ولو كنت مصدقة حلمي مرة، الشركة صدقته أكتر. الشغل بقى حياة، والشركة بقت كل حاجة بالنسبة لي. وأنا ابن الشركة، وعندي حكايات كتير عن الشركة. مرة الHR أسعد، أنت ابن الشركة. أيوه، أنا ابن الشركة. انتمائك للشركة وكلامك الإيجابي عنها طول الوقت عمل دعاية كبيرة عمرها ما كانت هتتحقق، حتى لو كنا عملنا أكتر من 58 حملة إعلانية. أسعد، أنت ماكينة داعية متحركة، والشركة فخورة بيك. يا خبر، فخورة بيا؟ أيوة، فخورة بيك أكتر مما تتخيل. أرجوك يا HR ما تقوليش كده. الكلام ده بيحمسني جدا إني دايما أقدم أكتر، وأنا خلاص تعبت، مش قادر أعمل أكتر من اللي بعمله. مش مطلوب منك أكتر من اللي بتعمله، كفاية إنك ابن الشركة بجد، مش كلام. وعشان كده
الشركة خصصت ليك جزء من مصاريف الدعاية كمكافأة تشجيعية، أنا مش عايز فلوس وهتترقى ومش عايز ترقية وهتاخد مكتب جديد. ومش عايز مكتب جديد. أنا عايز أفضل جوه الشركة. بحلم أفضل طول عمري ابن الشركة. الشركة هي اللي علمتني الانتماء وعرفتني معنى السعادة. الشركة. من فضلك ممكن أغير اسمي وأخليه اسم مركب؟ أنا اسمي أسعد أسعد أسعد. عايزه يبقى إيه بقى؟ أسعد الشركة أسعد أسعد، عشان أبقى ابن الشركة في ورق رسمي. مرة الشركة عملت اجتماع مجلس إدارة طارئ عشان يناقشوا موضوع لا يحتمل التأجيل، فكنتش أعرف إيه الموضوع، لكن فجأة لقيت على مكتبي دعوة للاجتماع ده. رحت وأنا بسأل نفسي أنا عملت إيه غلط؟ أكيد عملت كارثة. لقيت مديري بيقول لي إن الاجتماع ده بسببي عشان يحددوا لي مكافأة. ليه بقى؟ عملت فكرة جديدة كسبت الشركة؟ لا. طورت فكرة موجودة؟ لا حليت مشكلة؟ برضه لا. كل ده عادي بعمله كل يوم. هو مجلس الإدارة لما ينعقد عشان يعمل كده أكيد حاجة كبيرة. أكيد مثلا عملت خطة تطوير شاملة للشركة كلها. تطوير إيه؟ هي الشركة دي ناقصة تطوير؟ إحنا زهقنا من كتر التطوير. الشركة واصلة للحد الأقصى، مش ناقصة تطوير. أمال إيه طيب؟ أقول لكم عدد الموظفين في الشركة كم موظف؟ 2345 موظف. أنا بقى حافظهم بأعمارهم وأرقام تليفوناتهم وأرقام بطاقتهم وأسماء أسرهم. ولما سألوني إزاي عملت كده قلت لهم بسيطة، عشان بحب الشركة. عدد موظفين الشركة 2345 موظف، منهم 1676 متزوج ويعول ما بين طفل وطفلين، و669 موظف وموظفة غير متزوجين وعايشين في بيوت أهاليهم. ال 669 دول في منهم 127 مخطوبين و542 موظف غير متزوجين أو مخطوبين. ناخدهم واحد واحد بقى كده مع بعض. أولاً أسماء الذكور المتزوجين، هم وزوجاتهم وأبنائهم وعددهم 1230، وهم أبسم وأيمن وأسمر وأمجد وأشرف وأحمد وأبيض وأروى وأشرف تاني وأبسم تاني وأفرح وأنضر وأخضر وأشطر وأكرم وأطرب وأصرم وأهرم وأنضر وأروى وأشرف تاني وأبسم وأفرح وأخضر وأجمل وأفرح وأنضر. وعشان كده مديري بلغني إن مجلس الإدارة وافق وبالإجماع على مكافأة استثنائية ليا. قالوا إن حقي أخد نسبة من مكاسب الشركة لأني بحبها قوي. حاولت أفهمه إني بعمل كده عشان الشركة ادتني كتير قوي، مش بعمل كده عشان مقابل. حاولت أفهمه إن المقابل مهما كان كبير مش هيزود حبي للشركة، لأن مفيش حب بعد كده. أنا نفسي أعيش في الشركة، نفسي مروحش البيت. أنا بحب الشركة أكتر من البيت، أكتر من نفسي. ثانياً أسماء الإناث المتزوجات هن وأزواجهن وأبنائهن وعددهن 1115، وهن أسمى وبهجة وفرحة وكلمة وحكمة وتحفة وضحكة ومنة وشعرة وسلمى وبهجة وبهجتاني وسمرة وتحفتاني وهمة وزمة ولمبة وفرحة وكلمة وحكمة وتحفة وضحكة ومنة وشعرة وسلمى. مش بس الشركة والإدارة كويسين، الفكرة إن الروح بينا كزملاء خرافية. إحنا أهل بجد وبنحب الخير لبعض بجد. الحكاية بدأت لما اكتشفت إن نسمة زميلتي مضغوطة وعندها شغل كتير، وأنا اتدخلت عشان أساعدها، وده الطبيعي دايماً بينا كلنا. فعلاً رحمة تدخلت عشان تساعدني، فلقيتها بتعمل كل حاجة. أنا ما عملتش حاجة. لا، عملتي كل حاجة. لا، مش كل حاجة، أنا بس ساعدت.
انتي بقى صممتي تقدمي المشروع باسمي رغم اني اشتغلت فيه يوم واحد بس، وانتي بقالك أسبوع ليل ونهار شغال عليه. اليوم اللي اشتغلتي فيه والمجهود اللي بذلتيه هو اللي خلص المشروع ده. ومش بس كده، انتي كان عندك بيانات من مشاريع اشتغلتي عليها قبل كده، طلعتيها كلها وحطيتيها في المشروع ده، يبقى بتاعك. عارفة، أنا بسمع إن في بلاد فيها شركات الناس فيها بتخبي البيانات والشغل من بعض. ياه، معقول؟ أنا مش متخيلة إن في ناس تخبي الشغل من بعضها. أنا كمان مش مصدقة. ممكن تكون إشاعات. عموماً أنا هفضل مصممة اسمك هو اللي هيتكتب على المشروع. وأنا كمان مصممة اسمك انتي اللي يتكتب على المشروع. اسمك انتي. اسمك انتي. اسمك انتي. طب اسمك انتي. لا، اسمك انتي. اسمك انتي. اسمك انتي. أنا عندي فكرة، المشروع يتكتب باسمكم انتوا الاتنين. بس بشرط اسمها يتكتب قبل اسمي. لا، اسمك الأول طبعا. لا، اسمك انتي الأول. اسمك انتي الأول. أنا زهقت، بس غريبة قوي الناس اللي بتخبي الشغل من بعض دي. دول فين دول؟ احنا بناخد مرتب كبير قوي من الشركة دي. بس في مشكلة. عمر ما عرفت أنا معايا كام. عمري ما عرفت حسابي في البنك كام. من كتر المكافآت. مبالغ كبيرة جدا بتدفعها أمي كل يوم. أمك إزاي يعني؟ أمي منت للشركة. الموضوع كبير. فلوس كتير كل يوم. هل احنا نستحق كل ده فعلا؟ أنا تعبت من كتر ما بصرف مكافآت، وتعبت أكتر من كتر إقناع الموظفين إنهم يستحقوا مكافآت. انتوا بتحبوا الشركة قوي، ومجلس الإدارة مفيش قدامه حل غير إنه يدفع لكم مكافآت كل يوم. وساعات مرتين في اليوم. إدارة المكافآت والسعادة في الشركة السعيدة أكتر إدارة مضغوطة عشان صرف المكافآت. المكافآت بتتصرف على قد المجهود. انتوا عارفين ان مرة شفت فيلم خيالي بيحكي عن أسطورة في بلاد فيها موظفين ما بياخدوش مكافآت خالص. ياه. 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 وفي نفس الفيلم جابوا شركات بتصرف مكافآت على قد حبها للموظف مش على قد شغله. أنا طول الوقت وأنا بتفرج على الفيلم بسأل نفسي سؤال واحد: المخرج جاب الخيال ده منين؟ كان فيلم غريب وقلب معايا بفيلم رعب في الآخر، ورغم إني بحب أفلام الخيال بس ما حبيتش الفيلم ده خالص.